السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير نجاة في فيديو جديد وصفة جديدة كما العادة. اليوم حبيبتي الغالية جبت لكم كيكة روعة، سميتها أنا كيكة الأحلام. فيها واحد البنة روعة، وراح نديرو فيها واحد المكون هو اللي يخلي لها هذاك اللون تاعها يخرج هكا ويعطيها واحد الذوق وواحد البنة روعة. يعني هذه الكيكة ماشي كيما تاع الكيكات اللي كنا نجهزوهم من قبل. المقادير سهلة بسيطة، طريقة التحضير تاعها تاني سهلة، والبنة ما نحكي لكش. نقول لك ديري لي جام حبيبتي وتفضلي للمطبخ نجهزوا الكيكه تاعنا تاع اليوم. بسم الله نروح للوصفه تاعنا. هنا كاين مكون اللي راح يعطيني بنه للكيكه تاعي اللي هي الحليب المجفف اللي هي اللحظه. هنا درت كاس ناقص صبع، راح نديرها في مقلاة ونقعد نحير فيه حتى نتحصلوا على هذاك اللون الذهبي، هو اللي راح يعطيك للكيكه تاعك ذوق رائع وذوق مختلف على الكيكات اللي كنا نجهزوهم من قبل. يعني نقصي النار تاعك ديريها متوسطه وقعدي غير تحركي في داك الحليب المجفف تاعك حتى تتحصلي على اللون الذهبي، ونخليه يبرد بجهه. نروح للخليط الكيك تاعنا. عندي 3 تاع البيض، عندي ساشي تاع لافاني، والكاس تاع السكر تاني ناقص صبع. نخلطوهم مع بعض، خلطيهم بالفوي تاع اليد ولا بالباتر الا كان عندك، يعني قادره تخلطيها عادي غير بالفوي تاع اليد. راح نضيف لهم كاس ناقص ربع تاع الزيت يعني، ونقعد نخلط. الكيكه تاع اليوم سهله بزاف. راح نضيف لهم هذاك الحليب المجفف اللي كنا حيرناه في المقله، تحصلنا على داك اللون الذهبي وخليناه حتى برد، يعني ما تضيفيهش حامي. راح نخلطه ونزيد عليه الكاس تاع الماء، يعني نفس العبر الكاس اللي تعبري به عبري به كامل المقادير تاعك. راح نخلط تاني شويه ونضيف كاس تاع الفارينه، ونضيف ساشي تاع خميره الحلويات. هنا نغربلوا الفرينه تاعنا باه نعطوها ندخلوا لها الهواء وتجي الكيكه تاعنا خفيفه. ضفت الساشي تاع خميره الحلويات ونخلط، وراح نضيف الكاس تاني ناقص 2 اصبع ولا على حساب البيض. هنا الفرينه لكن البيض تاعك كبير قادره حتى تلحقي 2 كيسان تاع الفرينه، وإلا كان البيض تاعك صغير تلحقي كاس ونص تاع الفرينه. انا درته ناقص 2 اصبع، يعني كاس والكاس الزوج ناقص ربع. رايحه نخلط المكونات كامل. شوفوا القوام تاع الكيكه تاعنا كي داير، يعني ما ثقيل بزاف ما خفيف. نجيب البلا فرشت فيه ورقه طهي باه نضمن ما يلصقليش، دهنته بالزيت عادي، وراح ندير هذاك الخليط تاع الكيكه تاعي، ونكون مسخنه الفرن المقبل مسخناته على نار متوسطه. نخليه حتى يطيب من تحت كاع يسقي، تحسي باللي هكا صفار كاع في الحاشيه. اي شعلي له غير شويه من الفوق يحمر وطفي عليه وخليه بجهه يبرد. هنا نروحوا للكلاصاج تاعنا. هنا الكلاصاج اختاريت شوكولا اللي تكون بالذوق الكراميل. يعني هنا نفهمك، لا كانت عندك هذه الشوكولا متوفره في الدار، انا اختاريت هذه ماكسون بالذوق تاع الكراميل، تعجبني البنه تاعها، راح تعطيني كلاصاج بنين وشباب. وانتي الا ما كانش عندك ديري الشوكولا، ولكن عندك نيشلي كراميل ولا توفيا كراميل ولا اي ضيفي معاها شويه، راح تعطيك واحد البنه مزيج بين الشوكولا وبين الكراميل، يعطيك بنه روعه. يعني راح نضيف لهم بو تاع ياغورت ناتيو، ولا كانت عندك كريم فريش في الدار متوفره ديري كريم فريش، من الاحسن تكون كريم فريش. انا ما كانش متوفره درت غير بو تاع ياغورت طبيعي ودوبتهم على النار. شوفوا كي تحصلت على داك الكلاصاج. هنا الكيكه تاعي شفتوها كي طابت، خليتها بردت وحميت هذاك الكلاصاج دوبت على النار، ورايح نغطي الكيكه تاعي كامل ونحطها بالثلاجه غير قد ما شويه داك الكلاصاج يشد روحه، نجو نقدموها في رحبه. هذه هي الكيكه تاعي بعد ما بردت. شوفوا الشكل تاعها مع هذوك الحبيبات هذوك البيضين هذاك تاع الشيكولا ديك تاع الماكسون، تجي شتي بيضه من تجي فيها البيضه وتجي فيها الكراميل، يعني ما تستغربوش انا تسبوا فيها هذوك الحبيبات ما دابوش مع الشوكولا. راح نقطع الكيكه تاعي. انا اختاريت نقطعها مربعات، وانتي لك الاختيار في التقطيع تاع الكيكه تاعك، طلع لك مستطيل ولا مربع ولا مقروطه على حساب
الشكل اللي تحبيه نتيا. وراح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف تاع الكيكه، ونخلي لكم ثاني المقاس تاع الصينيه اللي درت فيها هذه، نخلي لكم ثاني القياس تاعها. وما تنسينيش حبيبتي ديري لي جيم وديري لي تعليق محفز باش تزيدي تشجعيني ونقدم اكثر واكثر لاخواتاتي. هذه هي الكيكه تاعنا بعد ما زينتها. لك الاختيار في تزيين الكيكه تاعك، زينيها كيما تحبي نتيا، كيما يبغوا وليداتك. قادره حتى ديريها كيكه عيد ميلاد ولا كيكه هكا تاع تكوني خارجه ولا تديها معك. ولا صدقيني هذه الكيكه تاع اليوم فيها واحد البنه مزج بين هذيك اللحظه اللي درناها حمصناها مع الكراميل والشوكولا، واحد البنه. يعني راح نسمي هذه الكيكه كيكه الاحلام. والله غير صح، يعني جا ليها كيكه الاحلام فيها واحد البنه لا تقاوم، كما يقول لك لا تقاوم. غير جربيها ورجعي لي بالخبر يعني كي جاتك البنه تاعها. يعني كيكه مش كيما الكيكات اللي موالف نوجدوها عادي بالحليب والبيض ونخلطوها ونديروها طيب. هذه كيكه شويه مختلفه. كما شفتوا يعني المقادير سهله، يعني نوعا ما سهله. على بالي دي فوا كاين اللي عندهم الحليب مجفف وكاين اللي ما عندهمش. اللي عندها تجرب هذه الكيكه وترجع لي بالخبر. راح نقسم لكم القوام باش تشوفوا القوام تاع الكيكه تاعي تجي خفيفه خفيفه ريشه. وقلت لكم ديك البنه تاعها روعه، يعني تاكلي ما تاكلي منها ما تشبعيهاش طبعا. اللون تاعها يخرج مائل كما شفتوا. تجي في رايحه هكا للمارون كلير، هكا المارون كلير هكا، ما تجيش بيضه كما نديروا هذيك الكيكه العاديه. صدقيني البنه تاعها روعه. نقول لك حبيبتي ديري لي جيم وخلي لي تعليق محفز. ولا ما كنتيش مشتركه في القناه اشتركي باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. ونقول لك فعلي زر الجرس، ونقول لك شاركي الوصفة مع الأحباب والأصدقاء باش تاني هما يستفادوا. وإن شاء الله تطلع القناة بكم إن شاء الله بفضل ربي إن شاء الله. نقول لكم مع السلامة حبيباتي، إلى فيديو آخر وملتقى آخر إن شاء الله. مع السلامة.